السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكيومنتري جديد وفلوج جديد من قناة وليد دوكيومنت. والنهارده رايحين نايل زو على كورنيش المعادي عشان خاطر ناكل الحيوانات، ومعانا ومعاكم النهارده في الفلوج تاو تاو. والله شوية كمان عشان احنا جعانة. تسلم ايدك، شكرا. هما كلهم بياكلوا نفس الحاجة؟ كلنا سيبها بقى، سيبها. حاسب كده، حاسب كده. دي استنى، حاسة انا عارفاها. حاسة ان انت عارفاها؟ انت عارفاها جدا. ده ايه ده؟ طاووس راجيري. ازاي تروح نايل زو؟ هتركب مواصله من على كورنيش المعادي توصلك لمكانهم على اللوكيشن، ولما هتدخل جوه هتلاقي فيه مركب صغيره او عباره توصلك للجزيره اللي فيها الجنينه. بصوا يا جماعة دلوقتي احنا وصلنا، والتذكره بتكون شامله تمن العباره. المكان عباره عن جنينه حيوانات صغيره ومفتوحه، فيها حيوانات أليفة ومش شرسة. أول ما بتدخل بتاخد سلة صغيرة فيها أكل علشان تجرب تأكل الحيوانات بنفسك. دلوقتي يا جماعة احنا هنروح نأكل الحيوانات. كانت تجربة مميزة جدا إننا نأكلهم بإيدينا. تعالي بس، طيب ثانية، تعالي ثانية، هنروح الباقي والله. تعالي ثانية. اهو. طبطبي على اللي هو ده او ده. لا يا وليد. طبطبي على اللي نايم. طيب بصي ازاي، هقول لك على حاجة والله، هقول لك على حاجة. بس كده كده. لا يا وليد. اعملوه كده كده. طب هو اهو اعملوه كده، ما بياكلش ده، هو مش جعانين. اهو. ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي بصراحة. اهي بصي صوريه هنا. بس دي انا بحس انها دي لا دي. لا يا وليد، خد الدقيقة، خد الدقيقة، خد الدقيقة، خد الدقيقة. هي ميتة ولا ايه؟ هي مدخلة دلوقتي نايمة جوه الكهف بتاعها، راسها جوه يعني. ايه يا جماعة أنا بحب السلحفة قوي. شايفة بس هي نايمة تقريبا فمش عايزين نصحيها. أول مرة أكل حاجة في حياتي، بصوا عشان تسيبها تاكل. ما احنا بنتصور دلوقتي. هاكلها والله شوية كمان عشان احنا جعانة. دي استنى، حاسة أنا عارفاها. حاسة ان انت عارفاها؟ انت عارفاها جدا. ده ايه ده؟ طاووس؟ دي نعامة بس صغيرة. ايه ده؟ دي نعامة. انت اول ما تشوفي جمل على الحقيقة. بصي 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 فوق. ده أنا أكله ازاي ده بقى؟ لا ده ما تاكلوش احسن. خروف دي ناس عادية. شوفوا تاو تاو بتاكل المعزات. في أرنب وأنا بحب الأرانب جدا، تعالوا نشوفها. مخلف كمان يعني، وفي فراخ. ده ايه ده؟ ما شاء الله. دي ايه ده؟ الأرنب بياكل جزر، معروفة يعني. يا لهوي بص ايده. ده بيمسك الإزازة. سيبك انت من الازازه وكل ده حلو ده. وليد عايزين نجيب موز. قابلت بعد كده قرد اسمه كراكيري واتسلينا جدا باللعب معاه. راجيري. ومن زمان وانا بحب القرود لان بحس انهم بيفهموا زي البشر. وكان لازم نصور المكان من فوق، ولان الدرونز ممنوعه في مصر فركبنا جمل. وعايز اقول لكم انها كانت اول مره لينا نركب جمل، وبصراحه كانت تجربه ممتعه جدا. المكان فيه كافيهات ومطاعم باجواء مميزه مع النور الاصفر والديكورات اللي معموله بالقش اللي دايما بتحسسك بالراحه والدفء. كمان كان فيه كيدز اريا مفتوحه للاطفال. متهيألي هتكون خروجه حلوه جدا للعيله او حتى لو انتوا صحاب مع بعضكم، لان المكان عامل ميكس حلو بين العاب الاطفال وجنينه الحيوانات المفتوحه اللي هتعجب كله. والتذكره كانت من على ابلكيشن وفرها ب 125 جنيه، وكانت شامله دخول المكان والعبار. كده يا جماعة نكون خلصنا الفلوج بتاع النهاردة، نستناكم في فلوج جديد. سلام. كمل كمل، سيبه يا حبيبي.